نتابع الآن البيان المتلفز نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد علي محمود عباس. إلى أبناء شعبنا الأبي الصامد بواسل قواتنا المسلحة، نخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية التي تستخدم أسلوب العصابات، ما يضطر قواتنا المسلحة لاستخدام أساليب مناسبة في خوض المعارك من كر وفر وتقدم وانسحاب إلى بعض النقاط، خاصة أن هذه التنظيمات التكفيرية تقف خلفها دول إقليمية ودولية باتت معروفة تقدم لها الإسناد العسكري واللوجستي. لذلك أكبر بشعبنا الأبي معنوياته العالية ووعيه الكبير، وأؤكد على ما يلي: نحن في وضع ميداني جيد، وقواتنا المسلحة عملت على إعادة الانتشار حفاظا على الأرواح. العمل العسكري وفي سياق تكتيكات المعركة يتطلب في بعض الأحيان إعادة التموضع والانتشار. إن سوريا بشعبها وجيشها وقيادتها وإسناد حلفائها وأصدقائها قادرة على تجاوز التحديات الميدانية مهما اشتدت أو صعبت. بعد قيام قواتنا المسلحة بإعادة انتشارها خارج مدينة حماة حفاظا على أرواح المدنيين وقيام التنظيمات الإرهابية بدخول المدينة، تعمل تلك التنظيمات على استثمار هذا الحدث إعلاميا عبر حملة تضليلية كاذبة ضد أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة، هدفها نشر الفوضى. ولذا قد تلجأ تلك التنظيمات إلى إصدار بيانات أو أوامر مزورة باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، أو نشر تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو مزورة ومفبركة بتقنية الذكاء الصنعي. أدعو أبناء شعبنا الباسل من مدنيين وعسكريين إلى الوعي بمخاطر هذه الحملة التضليلية وعدم تصديقها، والالتزام بما ينشر عبر القنوات الوطنية الرسمية حصرا. وأؤكد أن ما حدث في مدينة حماة اليوم هو إجراء تكتيكي مؤقت. ما زالت قواتنا في محيط مدينة حماة وهي على أتم الاستعداد والجاهزية لتنفيذ واجباتها الوطنية والدستورية. نوصي أهلنا في سوريا بالصبر والثبات، وأن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في إعادة الأمن والأمان إلى المناطق التي احتلها الإرهابيون. وسيبقى الجيش العربي السوري كما عهدتموه طوال سنوات الحرب على سوريا السد المنيع في وجه من تسول له نفسه من الداخل أو الخارج بالعبث بأمن الوطن. دمتم ودام الوطن.